بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، أتسمعني؟ أجب. أين هم؟ ماتوا والله وباتوا. أتسمعني؟ وما أنت بمسمع من في القبور. أحوال القبور. أما رأيت ظلمة القبور؟ أما عايشت الأحباب؟ أين هم الآن؟ غيبتهم القبور وأصبحوا في ضيق اللحظة، فهم جمود لا يتكلمون وجيران لحد لا يتزاورون. القبور. أما كانوا على الأرض يلهون وبالشهوات يتمتعون وبالحرام يتلذذون ومع الأجساد العالية يتسامرون. يا من بعصيان تجور، ما أنت إلا في غرور. اعلم بأنك ميت، فانظر لأحوال القبور. أحوال القبور. يا الله يا الله، ما أوحش المكان عليك عندما، يا الله يا الله، ما أوحش المكان عليك يومها. القبور. فاسألوا القبور عباد الله، كم فيها من النعيم والزمن. القبر إنها روضة فيها السعادة والسرور، والقبر إنها حفرة فيها لظى نار تفور. سلوا القبور كم فيها من رجل مسكون، سلوا القبور كم فيها من رجل مغموم، كم فيها من آهات وأناس. أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحدة، أنا البيت الذي من دخلني مطربا خرج مسرورا، ومن دخلني عاصيا خرج مني متبورا. القبر. خرقت الأذان ومزقت الأذان ومصصت الدم وأكلت اللحم. سؤال: أين أحبابنا؟ أين آباؤنا وأمهاتنا؟ محت أطباق الثرى محاسن وجوههم، ما صنع التراب بأبدانهم والديدان بعظامهم وأنصارهم. أيها الغافل، ألا إن الدنيا بقاء وعزيزها ذليل وغنيها وشابها يهرم وحيها يبقى حيها. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا تغرنكم الدنيا ولا يغركم إقبالها وهي سريع إدبارها. أيها العاصي، ماذا أعددت لبيت الظلمة؟ أيها السالم في غيه وهوى، ماذا أعددت للقبر؟ يا من استأنست بشهوات النفس، يا من أمنت المعاد، يا من شقيت مع الأشقياء. هذا محل الذكرى، هذا محل الذكرى. أيها الغافل، نداء لكل ناس للموت والموت يطلبه. أفق من ركضك، أفق من غيرك وهوى. أيها المذنب، أيها المتلبس بالمعاصي، أيها الساهي عما قريب ستندم، أيها الغافل عما قليل ستهزم. فيا عباد الله، أبعد هذا تطيب لكم الدنيا؟ يا عباد الله، أبعد ما سمعتم تتعلقون ببهارج الدنيا؟ علما لتبني بالتراب من قبرك الخالي غفور، واسعى لمرضاة الإله على الدوام.